الجيلي عندك مش متماسك لانك كترت الميه، يعني الميه اكتر من اللي مكتوب على العبوه. في الوقت ده بتجيبي نشا وسكر، يعني معلقتين نشا على الباكوين ومعلقتين سكر وتقلبيهم وتحطهم على النار يستوي زي المهلبية. وبعد كده تفرغيه في الكاسات او في الاطباق زي ما بتعملي. في الجيلي لازم تعملي المية اقل من اللي مكتوب على العبوة علشان خاطر يتماسك على طول وما يبقاش مية. ممكن تجيبي باكو جيلي تاني، يعني ده كان جيلي عندي بس كترت المية ما ربطش معايا او ما تقلش معايا، فجبت النشا والسكر وعملته بالطريقة دي وتسيبيه يبرد وبعد كده تزيني زي ما انت عايزة. ممكن تجيبي باكو جيلي تاني وشوية مية صغيرين سخنين يا بس يدوب فيهم، وبعد كده تحطيه على الجيلي اللي معمول وتقلبيهم في بعض وتسيبيهم في التلاجة يبردوا، هيتماسك ويبقى حلو. او ممكن تعملي بالطريقة اللي احنا عملناها بيدي وتزينها بأي حاجة عندك. وسهل وبسيط، يعني لو انت عندك الجيلي باظ ما ترميش حاجة، هتعيدي تدوره تاني وتعمليه تاني. وقلت اما اعرفكم بس الطريقة دي، وكان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.